وبعد طول انتظار النهاردة جايب لكم دراسة جدوى لتربية 1000 فرخة. كمان هنتكلم عن نسبة الأرباح ونسبة التكلفة من الألف للياء وبكل دقة بفضل الله. ولكن للأسف لو بتربي على الأرض يبقى دراسة الجدوى دي مش ليك، والسبب هنعرفه في الفيديو واحنا بنشرح دراسة الجدوى. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال. وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفيديو النهاردة هو دراسة جدوى ل1000 فرخة، وهنتكلم فيه عن كل التكلفة من الألف للياء. هنقول تكاليف العلف إيه، وهنقول تكاليف الكتكوت إيه، كمان سعر الفرشة إيه، وكل التكلفة والتدفئة كله كامل متكامل بفضل الله. كمان هنحسب الأرباح بشكل كويس، ده كله طبعا بعد توفيق ربنا وبفضل الله. ولكن ملحوظة زي ما قلتها في المقدمة، اللي بيربي على الأرض الفيديو ده مش ليه، لأن الأرضية خاصة في فترة الشتاء يا جماعة صعبة جدا جدا. الأرضية إلا إذا كنت عامل حسابك وعامل حسابك بنسبة 100%، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين إن احنا في فصل الشتاء، ونسبة السيطرة على الفرشة بتبقى حاجة صعبة جدا جدا، لأن الفرشة بتبقى دايما رطبة وبتبقى فيها نسبة الفيروزات عالية جدا جدا. في الصيف يمكن الفرشة مع درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة الفرشة بتتطهر أو بتنشف بسرعة. لذلك أنا بحذر من التربية الأرضي خاصة في فترة الشتاء. وعلى كل حال لو حضرتك بتربي في أرضيات مش عامل بطاريات، حاول فترة الشتاء دي تريح شوية، أو لو مش هتريح حاول تهتم كويس جدا بالفرشة، وتحاول تخلي بقدر المستطاع الفرشة عند حضرتك تكون ناشفة تمام باستمرار، مع استعمال تطهير طبعا بودرة البلاط أو الجير المطفي. وتحاول تهتم بالفرشة وتطهرها أول بأول. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ في موضوعنا، وهي دراسة الجدوى. ونبتدي بسعر الكتكوت. وكتكوت الشركات النهاردة بيسجل 40 جنيه، وأنا بكرر يا جماعة في كل فيديو أنا بنزله بقول ركزوا على كتكوت الشركات، بلاش كتكوت الأهالي أو كتكوت القطعان أو التجار حسب ما بيقولوا. خلوكوا في كتكوت الشركات بيبقى أضمن وأنضف. كتكوت الشركات سعره النهاردة 40 جنيه وارتفع، والارتفاع ده مش هيفرق معانا طبعا نسبة للحم، لأن اللحم ابتدى يرتفع معانا بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يعني عندنا 1000 كتكوت كده سعرهم 40 ألف جنيه. دي أول حاجة، سعر الكتكوت 40 ألف جنيه. أدي أول كده معانا 40 ألف. نيجي حساب العلف. الكتكوت هيستهلك معانا، أو ال1000 كتكوت هيستهلكوا معانا 3 طن ونص علف. زي ما قلنا كل كتكوت بيستهلك معانا 3 كيلو ونص. علشان تاخد كتكوت من 2 ل2.5 هيستهلكوا معانا علف 3 كيلو ونص. يعني أنا كده محتاج 3 طن ونص علف لل1000 كتكوت. سعر العلف النهاردة 21 ألف جنيه. يعني 3 طن ونص هيعملوا معايا 73 ألف جنيه. يعني احنا كده عندنا 73 ألف و500 علف. 73 ألف و500 لو قلنا مع بعضينا زائد 40 ألف جنيه سعر الكتكوت، كده أصبح المجموع عندي علف وكتكوت 113 ألف و500. يعني دول أهم حاجتين. أنا حسبت كده ال1000 كتكوت هيكلفوني سعر الكتكوت والعلف 113 ألف و500. لحد كده كلام جميل وزي الفل. إيه اللي ناقص عندنا؟ ناقص عندنا اللي هو إيجار المزرعة. طبعا وانا هحسب لك ايجار مزرعه وهحسب لك مزرعه، لان انا بحسب لك بالالف، معنى ان انت دخلت في الالف يعني انت ده مزرعه رسمي مش تربيه بيتي. يعني انت هتحسب على 2000 على 3 على 4، ولكن انا بحسب لك على 1000 كتكوت. شوف انت هتجيب كام 1000 كتكوت هتبتدي تحسب عليهم دراسه الجدوى. يبقى احنا كده ناقصنا حساب ايجار المزرعه زائد الصيانه. ان كانت صيانه المزرعه صيانه هتجيب نقطات بايظه، هتجيب نقطات بايظه هتصلحها، هتجيب في تدفئة، في الكلام ده كله. المهم هنقدر نقول صيانة المزرعة من معدات وإيجار ولوازمها، زائد بعد صيانة المزرعة والكلام ده كله أو الإيجار ناقصك لو أنت مثلا بتربي فرشة هيبقى نقول فرشة. لو حاجة تاني كمان هيبقى ناقصنا التدفئة، وناقصنا طبعا الأهم من ده كله الأدوية. طيب احنا ممكن نحسب كصيانة مزرعة او او كفرشة مثلا او كإيجار مزرعة، ممكن ندي لكل كتكوت 5 جنيه. يعني عندنا ال1000 كتكوت هياخدوا معانا 5000 جنيه. ما تقوليش قليلة، لا هي مش قليلة. انت تحسب مثلا للكتكوت 5000 جنيه. 5000 جنيه لل1000 كتكوت. يعني انت لو عندك مزرعة 5000 يعني 25 ألف جنيه
استحالة يكون إيجار المزرعة في الدورة 25,000 جنيه، أو استحالة تكون بتعمل صيانة 25,000 جنيه، ولكن أنا حاسبها لك بزيادة. زائد طبعا إن جبت لك مثلا 2 عمال، الكلام ده كله 2 عمال ممكن ياخدوا لهم مثلا سكة 12,000 جنيه. إن من 25,000 يعني أنت كده دخلت معاك في 13,000 جنيه. مش استحالة هتكون إيجار المزرعة 13,000 جنيه، أو هتكون الصيانة 13,000 جنيه. طيب إيه الخلاصة؟ قلنا 5 جنيه تحت الصيانة أو الإيجار والكلام ده كله، 5 جنيه. وهنحسب 2 جنيه تدفئة. 2 جنيه تدفئة يعني 2000 جنيه لل1000 كتكوت. يعني مثلا لو 5000 جنيه، يعني لو 5000 كتكوت يعني 10,000 جنيه تدفئة. برضو دي كافية ووافية تمام التمام. نيجي بقى لأهم حاجة وهي الأدوية. والأدوية أزيد من 6 جنيه للكتكوت، فاعرف إن أنت فاشل، أو إن أنت الإدارة عندك مش كويسة، أو أنت البيطري أو الدكتور اللي بيديك الأدوية بيضحك عليك. ما ينفعش تدي أدوية للكتكوت أزيد من 6 جنيه. وعذرا وسامحني إني بقول لك أنت فاشل، لأن ده الحقيقة ما ينفعش تدي الكتكوت أزيد من 6 جنيه أدوية. بالعكس، الكتكوت ممكن ياخد 4 جنيه، ممكن ياخد 3 جنيه ونص، ممكن ياخد معاك 5 جنيه. لكن 6 جنيه انت كده وصلت لمرحلة كبيرة جدا جدا. وارجع واسأل في الكلام اللي انا بقوله لك، هتلاقي كلامي عن ثقة وعن تجربة 100%. طيب كده كلام جميل. يبقى احنا قلنا الكتكوت خد معايا 5 جنيه صيانة او ايجار مزرعة والكلام ده كله، زائد 2 جنيه تدفئة، ادي كده معايا 7 جنيه. 7 جنيه زائد 6 جنيه ادوية، يبقى احنا كده دخلنا في كام؟ في 13 جنيه للكتكوت. زائد يا سيدي 2 جنيه لكل كتكوت، تحسبا لأي حاجة تاني خارجة منك، جبت عامل زيادة، عملت تدفية زيادة، الكلام ده كله. يعني هنقدر نقول الكتكوت هيكلفك 15 جنيه. والله والله لو بتربي صح وانت دماغك شغالة صح ومهتم بمزرعتك تمام، الكتكوت مش هيكلفك ال15 جنيه دي. ولكن انا بحسب لك واعتبر لك يا سيدي 15 جنيه لكل كتكوت. يعني كده ال1000 كتكوت هيكلفوني كام؟ هيكلفوني 15,000 جنيه. طيب لما نقول 15,000 جنيه، ما تنسوش ان احنا حسبنا قبل كده 73,500 علف زائد 40,000 كتكوت، اللي هم 40,000 جنيه تمن ال1000 كتكوت. ماشي. زائد 15,000 جنيه. يبقى كده التوتال عندي كله الألف كتكوت على ما وصلوا عندي الفراخ كلفوني كام؟ 128,000 جنيه و500. يبقى أنا كل تكلفة العنبر عندي ال1000 كتكوت كلفوني 128,500. لحد كده كلام جميل. 128,500 دول اللي صرفتهم عندي على المزرعة كاملة. طيب الناتج بقى. قبل ما نحسب الناتج خلينا صراحة، قبل ما نحسب الناتج هنحسب وهنقول في لسه عندنا هنخصم من ال1000. في حاجة عندنا اسمها نافق، اللي هي الحاجات اللي بتموت غصب عنك، طبيعي لازم يبقى في نسبة وفيات عندك. في حاجة اسمها نافق. زائد في حاجة اسمها سردة، اللي هو ما نقدرش نحسبه مع توتال الفراخ، اللي يبقى حجمه ما جابش الكيلو أو كيلو حاجة بسيطة. ده اسمه سردة. فدول هنضطر نخصمهم من ال1000. طيب هنحسبها ازاي بقى المجموعة دي، او هنحسب القصة دي ازاي؟ النافق عندنا بيبقى معدل مثلا 2%. يعني 2% ده نافق ما ينفعش. طبعا هو كل حاجة ده طبعا بعد توفيق ربنا، ولكن النافق الطبيعي عندنا 2%. احنا يا سيدي هنحسب النافق مثلا، مش هقول لك 2%، احسب النافق 4%. طبعا انت لو ربنا وفقك والدنيا تمام ومهتم بمزرعتك كويس، والعمال اللي عندك عندهم ضمير وعندك رعاية كويسة، زائد انك بتربي ببطاريات. اما تربية الفرشة دي انا بصراحة ما اضمنهاش، لان خاصة زي ما قلت لحضراتكم في الشتاء. فاحنا هنحسب النافق عندنا، وليكن هنقول النافق 4%. تمام. يعني عدت منك كده، جه مرة مثلا جه فيروس، جه كذا كذا، فهنقول النافق 4%. 4% زائد 1% سردة. يبقى أنا كده هعمل توتال النافق عندي. أنا السردة دي ممكن أستغله، ولكن هحسبه لك تبع النافق. يبقى كده أنا عندي النافق 5%. كلام جميل لحد كده. يبقى أنا هخصم
من ال1000 كتكوت لكل 100 هخصم 5. يعني أنا كده هنزل كام؟ هنزل 50 فرخة. دول كده هنقدر نقول مع بعضينا كده على الله حكايتهم، ربنا يخلف علينا. ال50 فرخة هننزلهم من ال1000 فرخة اللي عندنا. طيب كلام جميل. اتبقى عندنا كام فرخة يا باشا؟ هتلاقي اتبقى عندنا 950 فرخة. كلام جميل. 950 فرخة دول بنحسبهم بقى ازاي بقى؟ احنا مش هنقعد نمسك نوزن كل فرخة 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 ادانا كذا ادانا كذا. لا، ال 950 فرخة طبعا الفراخ دي بيبقى وزنها من 2 كيلو، بداية من 2 كيلو لحد 2 كيلو 600 جرام. هم واكلين معايا 3 كيلو ونص علف، يعني المفروض يدوني 2 كيلو 600 جرام. هنقول لا، مش كلهم هيدونا كده. في فراخ هتيجي قليلة جدا جدا هتكون وزنها 2 كيلو. في فراخ هتكون 2 و100، في 2 وربع، في 2 ونص، في 2 600. ممكن فرخة تجيب معايا 2 700 و2 800، لأن أنا موكل 3 كيلو ونص علف. ولكن إحنا هنحسب توتال الفراخ أو مجموع الفراخ اللي عندنا. هنقول يا سيدي في 2 كيلو ونص بس، على 2 كيلو وربع بس عفوا، يعني 2 كيلو 250 جرام. يبقى الفراخ اللي أقل من 2 اللي اقل من 2 وربع شالتها الفراخ اللي هي وزنها ازيد من 2 وربع. ولو حسبته ممكن تديك وزن اكتر من كده المجموع، ولكن انا بحسب معاك بالقليل يعني علشان نسبة الارباح تبقى انت مقتنع بيها او انت شايفها بشكل كويس. فاحنا هنحسب معانا مع بعضينا 950 فرخة في 2 كيلو 250 جرام. يعني معايا كده لحمة 2137 جرام، 137 كيلو ونص. كده كلام جميل. أنا كده معايا وزن لحوم عندي 2137 ونص. هنحسبهم بقى، هنحسب الحساب ده، نشوف ال 2137 ونص ادوني كام فلوس. نرجع بقى لبورصة الفراخ. بورصة الفراخ النهاردة مسجلة معايا كام يا باشا؟ مسجلة معايا ما شاء الله الله أكبر. يمكن ده السبب اللي كان مخليني مستني في الأول، ما كنتش بنزل دراسات جدوى. بورصة الفراخ ارتفعت معايا النهاردة، مسجلة معايا 83 جنيه بسعر النهاردة. سعر السوق سعر النهاردة 83 جنيه. طيب 83 جنيه لو ضربناهم قلنا 83 في 2137 ونص، يعني هتدينا التوتال بتاع الفراخ اللي عندنا 177,412. هنقول يا سيدي 177,000 ما علينا من 412، هنقول 177,000 جنيه. كلام جميل. 177,000 جنيه. لو رجعنا قلنا احنا صرفنا قد ايه؟ قلنا صرفنا قد ايه؟ صرفنا 128,500. قول 128,000. 128,000 صرفناها عليهم. أصبحنا الأرباح بتاع ال1000 فرخة ادتنا كام؟ أرباح ال1000 فرخة 49,000 جنيه. بسم الله ما شاء الله والله أكبر. 49,000 دي أرباح 1000 فرخة. ده طبعا بعد توفيق ربنا وبفضل ربنا. يا سيدي لو عندك مشاكل تاني وأنا مخرفة معايا في حسابات، ولو إنه والله مش مخرف، أنا حاسب لك بزي الفل كمان. لو حد يقول لي لا اصل انت كذا، اصل النفق عندي اعلى من كذا، اصل بجيب ادويه من كذا، حط 9000 تحت تخيلاتك انت ودماغك يا عم. حط 9000 جنيه براحتك. حطها تحت لو انت شايف النفق عندك هيكون اكتر. لو انت شايف مثلا انك هتجيب ادويه اكتر، هنحط 9000 من الارباح دي هنحطها تحت الكلام اللي انت بتقوله. اصبحنا الارباح عندي كام حاليا؟ الارباح عندي 40,000 جنيه. متهيألي 40,000 جنيه، لأن أنت صارف 177,000 جنيه. يعني هتلاقي بنسبة مثلا بنسبة 30%. أنا شايف إنها تقريب يعني حوالي 30%. طيب 30%، 40,000 جنيه، بسم الله ما شاء الله. أنت لو عندك مزرعة 5000 يعني هتديك كده كام؟ اديتك 200,000 جنيه. لو مزرعة 5000 اديتك أرباح 200,000 جنيه. متهيألي المكسب كويس ومغري يعني، وفيها حاجة حلوة. وانا خاصم لك اهو كل حاجة وجاي معاك على حسب هواك. فهي الدورة دي او الفترة ديت مع ارتفاع سعر العلف
مع ارتفاع سعر الكتكوت عفوا، انا شايف ان الارباح بسم الله ما شاء الله موفقه جدا جدا جدا. ولو بتربي، لو انت خايف، كنت خايف من التربيه او كنت موقف، لا ربي دلوقتي وفرصه حلوه. ولكن برضو ما تنساش تخلي بالك من الفيروزات، وخلي بالك زي ما قلت لحضراتكم، اهم حاجه كتكوت الشركات، اهم حاجه تجيب علف كويس، اهم حاجة تركز تحاول تبعد عن التربية على الارضي. ولو بتربي على الارضي خلي بالك كويس كويس، يعني خلي بالك وركز جامد جامد. وده كان فيديو النهاردة. يا ريت لو عجب حضرتكم الفيديو او وصلتوا معايا لحد كده ومش مشترك في القناة، ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.